بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل كيكة بالشوكولاتة، طريقة سهلة وبسيطة، واحب ابارك لابني وابارك لكل الطلاب. دي كانت حلاوة نجاحه، طلبها مني وقلت له من عينيا مش خسارة اقوم اعملها لك. عملتها له اهي بطريقة جميلة وطلعت جميلة جدا، وكل اللي دوها شكروا فيها. وعقبال يا رب كل الحبايب وكل الطلبة تنجح ويفرحكم بولادكم. تعالوا نشوف بقى الطريقة والمقادير. معانا كوباية ونص سكر، والسكر هنا سكر حبيبات مش ناعم. انت ممكن تحطي له بس سكر ناعم، بس انا استسهلت ورحت عاملاه عادي. ومعانا كوباية ونص لبن، وكوباية زيت. انا حطيت المقادير ورحت ضربان في الخلاط الاول قبل الكاكاو وقبل الفانيليا، بحيث السكر يدوب بس. لكن لو السكر ناعم معاكي ومطحون اعمليه على طول. كل المقادير مع بعضيها. هنا هنحط ورقة الفانيليا وارجع اضرب تاني. انا كان كل همي ان السكر يدوب، فخد بس وقت معايا. هنا خلاص كده السكر ده هنزل بالكاكاو بقى، نص كوباية، نص المج ده، وهضرب تاني لحد القوام ما يتقل. هي طريقة سهلة وجميلة جدا، وعلى طول بنعملها يعني، بس انا قلت اعملها معاكم ونفرحكم، تفرحوا معانا يا رب، تفرحوا باولادكم كلكم، ويصلح حال ولادنا وولاد الحبايب كلهم. هنا القوام تقل معانا. هملى البولة ديت الصوص دوت واحطه في التلاجة شوية. هو ممكن لو الجو حلو يعني مش حر تحطيها على الرخامة، لكن الجو كان عندنا حر اليومين دول فحطيناها في التلاجة بحيث ما تبقاش سايلة اوي، تبقى متماسكة شوية كده. انا هشيلها بقى في التلاجة لان عندنا المطبخ كان حر جدا. اهو هنشيلها بقى ونشوف الطريقة، بقية الطريقة معانا. هنا بقى هننزل بورقة فانيليا تاني عشان الكيكة. والمفروض ان هو ايه، هتحطي بيضتين ماشي، هتحطي 3 ماشي. انا حطيت هنا 4 لان البيض ده بلدي من عندي من البيت بس صغير، فحطيت 4. لكن انت لو عندك البيض العادي او البيض كبير حطي 2 يمشي 3، يعني مفيش مشاكل. انا هنا حطيت 4 بيضات كمان وضربتهم، وارجع تاني اروح حاطه معلقه خل، معلقه صغيره كده بس كده، عشان بس ريحه البيض. ونضرب تاني، سيبه كده يتضرب. وبعد كده نرجع بقى للمقادير الجافة. معايا هنا كوبايتين ونص دقيق، وذرة ملح، معلقة صغيرة او نص معلقة. وهتحطي ورقة، انا حطيت هنا ورقة كيك شيف، حطيتها كلها على طول، واقلبهم في قلب بعضيهم كده. وبعد كده ارجع بقى اجيب الخليط كده، خلاص هو اتضرب حلو في الخلاط. هننزل بيه على المواد الجافة، على الدقيق. جبنا اهو الخلاط، وهنبدأ بقى ننزل بالايه، بالخليط. هتجيبي من تحت لفوق وتقلبي في اتجاه واحد بس، من تحت لفوق لحد الدقيق بس ما يختفي من البولة، وتعرفي ان هو كله اتجانس مع بعض من تحت لفوق كده، وتقلبي في اتجاه واحد. تبدأي كده، لقيتي مثلا الخليط يابس معاكي شوية او متماسك، عندك لبن دافي حطي، عندك مية سخنة دافية كده حطي نص كوباية. بس ايه، العجينة ما تبقاش الخليط ما يبقاش سايل قوي او متماسك قوي، يبقى وسط كده. انا هنا بحاول ايه الدقيق يختفي خالص، واحاول ان انا اضربها. خلاص كده اهي.
اهم حاجة تضربي في اتجاه واحد وتجيبي، وانتي لسه بتجيبي في الدقيق تجيبي من تحت لفوق بس. خلاص كده خلصنا. هنجيب معلقة زيت صغيرة وتروحي دهنة بيها الصينية. عندك كاكاو زايد حطي في ارضية الصينية، مفيش خلاص مفيش مشاكل، ما تحطيش دقيق، انا ما حطيتلهاش دقيق، هو الزيت وبس، او حتة سمنة الموجود يعني يسد. بعد كده هنزل بقى بالخليط كله في الصينية. الصينية دي وسط، مش الكبيرة ولا الصغيرة، الوسط اللي عندي. ننزل بالخليط كله ونسويه، وتضربي كده ضربتين، تخبطيه الصينية كده على الرخامة، بس ده خبطتين كده بساط، خفيف خفيف يعني مش جامد. ايوه كده عشان بس الهواء يطلع منها. وتكوني مشغلة الفرن قبل ما تبدأي عمايل، وتحطيها في الرف الوسطاني. اهي بعد ما استوت طلعناها. تعرفيها ازاي ان هي استوت؟ بخلة او بسكينة وتغرزيها فيها. طلعت نضيفة معاكي السكينة اهي. هو انا كده كنت اختبرتها وهي في الفرن، بس انا بوريها لكم هنا. وبعدين هبدأ بقى اغرز فيها كده واسيبها لما تبرد، عشان الصوص لما ندلق عليها الصوص تبقى ايه، تتشرب كلها مرة واحدة. هنسيبها تبرد ونرجع بقى نجيب الصوص ونعمله. هنا بعد ما بردت هننزل عليها بالصوص. إليها كده ويا رب كده تعملوها في الفرحة على طول، ويفرح الناس كلها. واي حاجة بقى عندك زوقيها بيها، وممكن تتاكل كده مفيش مشاكل. انا كان عندي كريز باقي في التلاجة وشوية حلويات من رمضان كده، نزلت بيها زوقتها بيها. هنقطعها كده على طول، انا ما قطعتهاش قطع صغيرة، قطعتها من النص على طول وبقطع متساوية كده اكنها جاتوه. أهي. طلعت جميلة وهشة وجميلة وطرية. اهي. وتزوقيها بقى اي حاجة عندك، ما عندكيش حاجة ما فيش مشاكل، تتاكل كده برضو ماشي الحال يعني. انا هنا كان عندي الكريس طلعته وحطيته. بتزوقها بيه. اذا عجبكم الفيديو شير ولايك واشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. حاجات كده من عندك وتظبطي وتفرحي بيها ولادك. شوفوا بقى دستة الجاتوه بكام اليومين دول. انا عملت 10 قطع طلعوا 10 قطع، ما شاء الله عليه. فرحت ابني وفرحتهم كلهم، ويا رب يفرح الناس كلها ويفرح الحبايب كلهم، وعقبال الثانوية العامة كمان. وهنا عندي برضو شوكولاتة ألوان كده، اللي هي فرماسيه المفرومة دي، كنت جايباها فايدة من رمضان من البيتيفور، حطيت عليها بس تديها بس شكل. وطلعت جميلة وبألف هنا وألف مبروك يا حبيب قلبي، وعقبال الجامعة يا رب. يلا قومي اعمليها وفرحي ولادك وجربيها كده، وقولي لي رأيك فيها ايه. يا رب تعجبكم. هنا بقى غرفنا في الاطباق اهي، ونبدأ بقى كده. ادي اول، ده تاني طبق. اهي
ما شاء الله طلعت جميلة. الطعم مش قادرة اقول لكم بقى، طعم حكاية. وبإمكانيات بسيطة وموجودة في البيت، تفرحي بيها أولادك وربنا يفرحكم جميعا يا رب. طلعت جميلة ما شاء الله. يلا ما تنسونيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم أبدا.